بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل على الناس كلها. برضو النهارده جايين كده سهرة على السمك اللي كان موجود المرة اللي فاتت، مرمار دنيس، بس بنحب صيد الليل عشان غالبا بيبقى فيه غلطات وربنا يكرمنا بغلطة يعني. النهارده هنشتغل بالبوصة حبيبتي 2 متر. ليه حبيبتي؟ دي اساسا بتاعت كاستنج، بس انا بشتغل بيها بالفردتين دول عشان خفيفه جدا ومش حاسس ان انا ماسك بوصه، وبتشيل بتتحمل كتير. فوق زي ما قلت لكم، طالما بصطاد بالليل الصن لايت في الجراب بتاعه وبزنقه في اللبلوب كده، عشان اي حركه بالليل اي سمكه بتاكل بتحرك لي اللبلوب، بشوف من خلال الصن لايت. المكنه مكنه صيني 5000، عليها شعر 40، وعامل فردتين برضو، فرده فوق لحمها بمدور من الشعر اللي نازل من المكنه فوق وتحت، ومنزل منه فرده يعني يا دوبك شبر ونص شبرين، وفرده طويله تحت اطول منها شويه، على اساس ان احنا هنرمي النهارده يا بنطاط حي يا بدود، وغالبا هيبقى دود اسماعيلاوي. وفي النطاط الحي ده هنرمي بيه برضو عشان لو في دنسيه في الميه ولا حاجه، ده صياد طبعا انتوا عارفين. الرصاصه رصاصه 4 وحره. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، اول استفتاحنا اهو. كابوريا حجمها حلو جدا، بسم الله ما شاء الله. وملحوظه هنعرفه النتايه من الذكر، دي نتايه. ليه نتايه؟ لو قلبناها على ظهرها كده هنبصوا نلاقوا الدايره دي، بصوا الدايره دي اللي تحت دي اللي في بطنها مدوره عامله كيرف كده، دي نتايه. انما المستطيله ده ذكر. ودي بسم الله ما شاء الله حجمها حلو جدا، نتايه يا جماعه. كابوريايه هحطها لكم جنب اي حاجه عشان تشوفوا حجمها عامل ازاي. خليكم معانا. الكابوريا طبعا ايه هنمسكها برضو ايه زي ما قلنا. نمسك الكابوريايه، هي السلاح معشق فيها، اهم حاجه نمسكها من ورا القراصات بتاعتها. يا جماعه لما نيجي نطعم النطاط الحي، في حاجه لازم ناخدوا بالها، يعني ناخدوا بالنا منها قوي. الميه ساقعه والجو رصاص، في الشوكه اللي في راس الجمبريه اللي فوق دي النطاطايه دي بكسرها اهي، كسرتها. ليه؟ السمكه بتخاف منها في الجو الساقع ده، السمكه بتخاف منها، وممكن نضطر ان احنا نشيل الدماغ خالص، بس احنا هنجس الميه بالطريقه دي. وطالما بنرمي على دنيس او على مرمار، يبقى بدكك النطاطايه زي ما هي كده بالظبط على السلاح كده. وزي ما اتفقنا التركه لازم اللي ناخده بالنا منها قوي، الشوكه اتكسرت اهي، في شوكه هنا فوق دماغ بين عينين النطاطايه لازم تتكسر، لان السمكه بتخاف تخش تاكل النطاطايه والشوكه دي حي، والنطاطايه حيه والشوكه واقفه لها كده. التانيه برضو بنفس الطريقه بندكك برضو، والنطاطايه حلوه يعني عقله ونص كده، جميله جدا. طالما بنرمي على مرمار او دنيس بندكك عادي، غير القاروص طبعا لما بنصطاد بفله مجنونه والكلام ده، الناس اللي ما تعرفوش هنوصفه بعد كده. بسم الله ما شاء الله، هتيجي ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وريني بسم الله ما شاء الله. دنيس اهو يا جماعه، ده دنيس مش في الليجس. دي تقريبا سمكه واكله تحت، واكله على السلاح اللي تحت. دي ايه دي بقى؟ ده حلبوش، حلبوش اللي هو الصغير بتاع الوقار ال 111. بص هتلاقوا هنا عند النخاشيش 111، ده الصغير بتاع الوقار يا جماعه، واكل على الفرده اللي تحت. طبعا الكبير بتاعه مش عايز اقول لكم يعني.
مارينا برضه كأنها كابوريا. كابوريا جايب شعره. جايبني انا؟ لا ده حلبوش. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ها هتقولها ان شاء الله، هتقولها ان شاء الله. اهي هتخليكي ليه، هتخليكي معايا لسه. الصلاة على النبي. خربوش يا جماعه حلو وسبحان الله يعني طالع لاتش. شربوش حلو يا جماعه. اللهم لك الحمد والشكر. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والمعلومه اللي عايز اوصلها للناس وصلت. في معلومتين في الفيديو ان شاء الله. اللي جاي هيكون احسن بدعمكم. متنسوش اللايكات، اي استفسارات في التعليقات، احنا مع بعض. وانتظروا اللي جاي ان شاء الله هيكون افضل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.